السلام عليكم. الضربة اللي شنتها دولة إسرائيل على إيران تخليك تسأل سؤالين لنفسك وشارك إجابة السؤالين دول في التعليقات. السؤال الأول: هل تخلت دولة أمريكا عن دول الخليج؟ السؤال التاني: هل أمريكا فارق معاها دول الخليج؟ يا ريت تجاوب. هجاوب لك على السؤالين دول، بس من البداية أحكي لك إيه الحكاية. في البداية إسرائيل قطعت أذرع إيران المتفرعة في المنطقة. قطعت أذرع إيران إزاي؟ نهت على حزب الله، فعلا نجحت في القضاء على حزب الله. حماس ضعفت قوتها بنسبة 80 أو 90%، وانت فاهم كده. ما بقاش إلا الحوثيين، يعتبر لسه صامدة شوية، بس في الوقت الحالي الحوثيين ما عادتش بتشن هجمات. انا في اعتقادي وتقديري الشخص، انا باعتقاد، انا كلامك انت واعتقادك انت على دماغي، ان الحوثيين هتبدأ بعد الضربة الاسرائيلية على ايران هتبدأ توجه هجمات لاسرائيل، وهجمات قوية. نيجي للسؤال: هل تخلت امريكا عن دول الخليج؟ يا باشا، تخلت عن دول الخليج. حد هيقول لي ازاي؟ ده امريكا واخدة مبالغ ضخمة، واخدة طيارات هدايا، وواخدة هدايا معلن عنها وغير معلن عنها. ازاي يا عم الحاج؟ ده المفروض ما تتخلاش عنها. وازاي تخلت عنها؟ انت بتتكلم كلام بتقول تخلت عن دول الخليج، والضربة الاسبوعية الاسرائيلية لدولة ايران. ايه اللي جاب ده لده؟ الاتنين مرتبطين ببعض يا باشا. امريكا عندها علم سابق ان اسرائيل هتشن هجمة. حد هيقول لي ازاي ما عندهاش؟ ده اسرائيل دلوقتي مش حد بيتحكم فيها. لا يا باشا، اللي يخليك تفهم وتعرف كده ان اسرائيل بالفعل من يومين اتنين سحبت رعاياها اللي موجودين في المنطقة، وسحبت اهالي العسكريين اللي موجودين في المنطقة، وسحبت العسكريين اللي موجودين في القواعد الامريكية اللي موجودة في دول الخليج. يبقى عندها اسبقية في العلم ولا لا؟ عندها يا باشا، ومحدش يقول لي ما عندهاش. طب السؤال: انت بتقول ان امريكا اتخلت عن دول الخليج. اتخلت عنها في ايه؟ دول الخليج مالها بين الحرب الاسرائيليه والايرانيه؟ ده المفروض دول الخليج يفرحوا بضرب ايران لان ايران بتهددهم. لا يا باشا، امريكا ودولة الكيان عارفة ومتأكدة ان من لحظة ضرب ايران، مع اول صاروخ او طيارة مسيرة تخرج من دولة الكيان تضرب ايران. بالمناسبة، دولة إسرائيل كل استهدافاتها فيما يخص بالبرنامج النووي، استهدفت علماء طاقة، واستهدفت علماء نوويين، واستهدفت قادة نوويين. يعني كل تركيزها في النووي. هنرجع تاني نقول: تخلوا عنهم ازاي؟ دولة الكيان وأمريكا عارفة إن مع أول خروج مسيرة وأول صاروخ يخرج من إسرائيل على إيران، لأن إيران وعد قبل كده إن إيران الرد بتاعها هيكون قاسي، وأول ضربة إيرانية هتخرج من إيران هتكون في معقل دول الخليج. إزاي دول الخليج مالها أعمل حاجة؟ القواعد الأمريكية اللي موجودة في دول الخليج هتنضرب. إيران اللي قالت كده. المرشد الإيراني النهاردة خرج بتصريح بعد الضربة دي وقال سينتظروا الرد مننا رد قاسي على دولة إسرائيل وعلى أمريكا. طب هو في إيديه إنه يضرب إسرائيل؟ إسرائيل قريبة منه. طب هيضرب أمريكا إزاي يا عم الحاج؟ أنت إيه اللي بتقوله ده؟ هيضرب القواعد اللي موجودة الأمريكية في دول الخليج، يبقى هيضر دول الخليج. ترامب اتخلى عن دول الخليج؟ بالفعل ترامب اتخلى عن دول الخليج. بالفعل ترامب تخلى عن دول الخليج. يعني انا دلوقتي مفترض ان دول الخليج ترفع علم الاستعداد. علم الاستعداد ازاي اعمل حاجه؟ تستعد للضربه اللي جايه على القواعد العسكريه الامريكيه اللي موجوده في دول الخليج. على الرغم من امريكا الصفقات اللي عملتها مع دول الخليج والهدايا اللي خدتها من دول الخليج، تخلت عنها يا باشا. بيتلعبوا بيهم، بيلعبوا بالشرق الاوسط كله بمزاجهم. خطة ممنهجة عاملينها على الشعب العربي كله، من اول قافلة الصمود اللي المفروض دخلت مصر او هتدخل مصر، او مصر هتمنعها او مصر مش هتمنعها، اللي الوطن العربي كله بيتكلم عنها ان مصر منع قافلة الصمود انها تدخل تحرر القدس. هتدخل تحرر القدس ازاي؟ تحرر القدس ازاي من غير سلاح؟ هتدخل تنضرب وترجع تقول ده الجيش المصري ما حمناش؟
ما وقفش جنبنا واحنا بننضرب. هتدخل تفتح المعابر عشان تطلع اهل غزة عشان ترحمهم من الضرب، وتسيب القطاع فاضي ودولة الكيان يلاقوا القطاع فاضي ياخدوه يبنوا مستوطنات وخدوه خلاص. امريكا تخلت عن الدول الخليجية على الرغم اللي خدوه من المليارات وهدايا معلم عنها او غير معلم عنها، الله اعلم. انا هقول لك ايه اللي هيحصل في تقدير انا، تحليل انا، وممكن انا اكون على خطأ وانت ممكن تكون على صواب، تحليلك جواك. ايران هترد بس مش دلوقتي. ايران هتجهز يا باشا وهترد. اول رد هيكون على القواعد الامريكية، وهتلاقي مئات الصواريخ ومئات الطائرات المسيرة خارجة على اسرائيل وهتضرب. اسرائيل هتزعل في الضربة دي. ننتظر ونشوف الضربة دي مع بعض، وهنتابع الملف ده وهنفضل مكملين فيه في الفيديوهات، واي خبر هينزل جديد هعرفهولك. كل اللي عليك تابع واشترك القناة، وما تنساش تدور على كل جديد هينزل على القناة. اللهم انصر العرب، اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر اهل غزة، اللهم وفق جميع زعماء العرب. تحيا الشعوب العربية، تحيا الشعوب العربية، تحيا الشعوب العربية. السلام عليكم.